السلام عليكم البنات. المهم هي الشرموله ديال الدجاج. ها حنا قطعنا دابا هنا القزبر وطحنت واحد شويه حيت ما بغيتش نطحنو كامل باش ما يكونش ليا اخضر. ها هو درت هنايا الربيع، هذه الثومه طحناها، هذا البنات الحامض مصير، ودوك ضويمات ديال الزعفران رميتهم هنا طحنتهم معاهم، طحين كاع شي وحدين مطحونين مزيان. ها كديري لي شويه الماء. هذه قاع قله والبسيبيسه، هذه قاع قله والبسيبيسه طحناهم، ولكن ضروري كنغربلهم حيت ما طحنتهمش ليا الماكله مزيان. وهذا الخرقوم الملون هذا ضروري. هذا قزبور حبوب تقريبا في هذه الشرموله هذه غادي ندير تقريبا شي رابعه ديال القزبور حبوب مطحونه. هذه ورقه سيدنا موسى مطحونه، ها هي درت شويه، راه غير مشى لي الفيديو راه كبيت تقريبا شي 3 المعالق. هذا الخرقوم البنات غادي نديرو قياس، زيدي مازال شويه. الخرقوم بلا ما تكتروها البنات اللي ضروري هو سكينجبير بزاف. هذا البنات البزار غنديرو غير قياس حيت طاحنينو بيدينا، زيدي شويه. البزار البيض والكحل مخلطين. هذا البزار اللي غير غربلتو. هذا البنات سكينجبير سيري، زيدي شويه مازال صافي. هانتوما دابا صافي غنخلطو باش يذوبوا دوك الضويمات اللي ما طحنوش ليا، وعاد نزيدو الماء ونزيدو داك القزبور اللي طحنا. غنديروا الماء دابا، راه تبان. غنديروا الماء دابا، داك القزبور اللي قلت لكم طحنته في الماكينه وغادي. ها هو دابا صافي خلطنا، نبداو نشرملو دابا ان شاء الله باذن الله. صافي البنات ها هو تنشرملوه دابا، ها هو دخل فيه الشرموله ما بين الفخوطه وهذا ان شاء الله. ندخل الشرموله ما بين الفخوط والجلده ديال الزبر. المهم البنات ها هو من بعد ما شرملته ها هو درناه في الفريكو، ما شاء الله الفريكو كبير، هو درناه فيها. هذه الشرموله اللي شافت لينا خلينا حتى الغطا نديروها في الطنجره. ها ما شاء الله كيبان مشرمل. صافي دابا نخليه حتى الغدا ان شاء الله. دابا غنجمعوا هاد الروينه البنات، شفتوا الروينه ديال الدجاج، كيقول لك الدجاج ساهل. السلام عليكم البنات، لاباس بخير هانيين الحمد لله. المهم هنايا عندي الحامض باش غادي نشرملو الدجاج. كما كتعرفوا في هذه الوقيته هذه ديال الصيف بعض المرات الحامض ما كيكونش فيه الماء بزاف. المهم وهاد الطريقه هذه كتجينا ساهله. نقيتو حيدت له القشره وحيدت له هاد القشره البيضاء وحيدت له هاد الزريعه هذه باش الا طحنتو ما يكونش مر. هذا غنديرو اما في الشرموله ديال الدجاج اولا في الماء الاخراني مع سكينجبير اللي كنرقدو فيه الدجاج باش نشرملوه. عندنا واحد المناسبه وانا كنوجد هذا الحامض. ها هو نقيتو كامل هنايا، راه عندي 2 كيلو ونص ديال الحامض. نقيتو وحيدت له الزريعه والقشره البيضاء باش نطحنو.